في خبر عاجل الآن، ذكر صدر سوريا اعتقال بسام حسام الدين الذي قاد عملية خطف 7 عناصر بالأمن العام. وأقدم حسام الدين اليوم الثلاثاء على مهاجمة دورية أمنية تابعة لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية. وأفادت مصادر ميدانية أن حسام الدين يتزعم ميليشيا كتيبة أسود الجبل بالتعاون مع مقداد فتحية عن كوادر ميليشيات الفرقة 25 التي كان يقودها سهيل الحسن. وظهر بسام في تسجيلات مصورة وهو يتبنى أسر عدد من عناصر الأمن في ريف جبلة، متوعدا بإنهاء حياتهم محرضا على إشعال الفتنة الطائفية في الساحل السوري. والجدير بالذكر أن بسام حسام الدين حاول بعد سقوط نظام بشار الأسد التظاهر بالولاء لإدارة العمليات العسكرية، مدعيا أنه كان مخدوعا بداية الثورة، وأن المسجونين في صنايا كانوا مظلومين في محاولة فاشلة لتبرير ماضيه الدموي وفق الإعلام السوري. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.